أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. شارك معكم الطاجين بالدجاج. بسم الله. بالنسبه للمقادير، عندي زيت الزيتون، البزار، الملحه، السمن الحار، سكينجبير، الثوم، الكركم او الخرقوم، قزبر حبوب مطحون ومنخول، 2 معالق كبار العسل الحر، وشويه ديال الزعفران الحر. عندي العنب المجفف والقزبر الطري، فرمته هنايا. بسم الله. كناخدو اناء ونوضعو فيه القزبر مفروم طري، وكنضيف التوابل، الكركم، سكينجبير، القزبر يابس مطحون في الدار، السمن الحار، الملحه والبزار والزعفران الحر من النوع الجيد. غادي نخلط هاد التوابل ونشرمل بهم قطع نتاع الدجاج. كتاخدوا الافخاد او كتاخدوا اي قطع ديال الدجاج حبيتو. خلطت شرموله وشرملت الدجاج، وضعت هنا في الطاجين. كنضيف نصف كأس زيت الزيتون، وغادي نوضع الطاجين يتشحر جيدا. كنضيف اعواد نتاع القرفه، راني ما عطيتها لكمش في المقادير. كتضيفوا ضروري اعواد القرفه. هنايا في البصله انا غادي نضيفها، عاد كتوضعوا عليها الدوائر نتاع البصله. كتضيفوا 2 نتاع الاعواد تاع القرفه او 3، عاد كتضيفوا دوائر البصله، وكتضيفوا العنب المجفف. كتغسلوه فقط، ما تنقعوهش، وكتضيفوه فوق البصله. كتزينوا بالفواكه الجافه اللي كتحبوا، ممكن تضيفوا البرقوق، المشماش. هاد الطاجين كيجي ما بين الملوحه والحلاوه. غطيته هنايا بورق الزبده باش دغيا كيطيب، ورجعت الغطاء نتاع الطاجين، خليته يطيب على نار مهيله. كنأكد من كيطيب كتضيفوا هنايا في هذه المرحله 2 معالق كبار نتاع العسل الحر، العسل من النوع الجيد. وكتبقاو ديروا هاد الطريقه هذه. كتاخذوا المرق كتوضعوا على البصله، وهو طاب ما شاء الله. الشكل النهائي كيجي رائع وكيجي بنين. نتمنى تجربوه. نشكركم على المشاهده. في امان الله. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. أصلت